في فرق كبير بين انك تعرف تتكلم انجليزي وانك تتكلم زي اهل اللغة نفسهم. وفي ناس كتير بتبقى فاهمة الكلام بس اول ما يفتح بقه يفكر بالعربي الاول وبعدين يترجم وبعدين يكلم وبعدين يركز في الجرامر ويركز في الستراكشر. وده السبب الاكبر اللي بيخليك حاسس انك بتتكلم انجليش غير اللي اهل اللغة بيتكلموا. فتعالى اكلمك في الموضوع النهاردة اكتر بالتفصيل. ويا مساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. طبعا انت عارف ان دي مش دخلتنا. ويا مساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. انا هخش لك في الموضوع على طول. اول خطوه محتاج تعملها عشان تبقى زي نيتيفز او تتكلم زي اهل اللغه، بطل تحفظ الجمل لوحدها او تحفظ الكلمات لوحدها. محتاج لما تيجي تحفظ كلمه او كلمه جديده تدخلها مخك، دخلها بسياق او بالكونتكست. ودي من ضمن الطرق اللي بنعتمد عليها في جيت واي انجلش كوميونتي في الكورسز اللي بنقدمها للناس. ولو عندك اسئله بخصوص جيت واي انجلش كوميونتي هتلاقي الرابط موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو. اهل اللغه نفسهم هم بيعيشوا باللغه، مش مجرد بيتحدثها فقط. يعني بيبان من تعبيراته، من التون اوف فويس بتاعته او طريقه القائه للكلام وللتعبيرات بيبقى مختلف. فاللي انا عايز اقوله لك هنا ان انت لما تيجي تحفظ حاجه جديده سواء كانت جمله او كلمه، احفظها في سياق وكمان اتدرب على التون بتاعتها. خلينا اديك مثال عشان الموضوع يبقى واضح بالنسبه لك. جمله I'm very tired today، انت ممكن تقول I'm very tired، ممكن تقول I'm so tired today، بس محتاج التون بتاعتك تبقى فعلا بتعبر عن شعورك. يعني ما ينفعش تبقى بتتكلم بكل positivity وصوتك كله energy كده وطاقة وتقول I'm so tired today. فاهمني؟ محتاج التون بتاعتك او طريقة القائك للاكسبريشن يبقى متناسب جدا مع اللي انت عايز تقوله. يعني I'm so tired today وانت بترجع لورا، يعني تضيف لمسة من التون بتاعتك واحساسك بالكلام نفسه، مش مجرد القاء. ممكن تستبدلها بحاجات تانية زي ما هم بيعملوا اللي هم اهل اللغة، زي يقول لك I'm dead tired، I'm exhausted. فانت ممكن كمان هنا تستبدل كلمات بكلمات تانية هم بيستخدموها اكتر على حسب ليفل التعب. ده مجرد مثال. فخلي ودنك تتعود على النغمة بتاعة الالقاء مش بس الترجمة. تاني حاجة محتاج تركز عليها عشان تقرب شوية من طريقة كلام النيتيفز او اهل اللغة، وهي انك تعود نفسك على الريتم بتاع الجملة مش فقط الجرامر. يعني انا هقول لك على حاجة، انا ممكن اجي اقول لك I don't know what to do. انا قلتها صح، نطقتها صح، عبرت صح طبعا على حسب الموقف، بس هم ما بينطقوهاش كده، ما بيقولوهاش كده. هيقول لك I don't know what to do. I don't know what to do now. I don't know what to do. هنا انت في حروف اتشالت، في اصوات اتشالت، في حاجات اتحطت بدلها. الموضوع حصل فيه لينكينج، ان احنا عملنا لينك ما بين الكلمات وبين بعضها. وكذلك برضو التون اللي بنقولها بيها، زي want to بقت wanna، going to بقت gonna، did you بقت did you او did ya، don't you بقت don't you او don't you. هو ده مش غلط، هي دي بس طريقة نطق اصحاب اللغه نفسهم. ثالث حاجه هاكد عليها واللي هي النغمه اللي اتكلمنا عنها من شويه، التون اللي بيتقال بيها الحاجه او بيتقال بيها التعبير او الاكسبريشن. مثال بسيط، لو انا جيت قلت لك really كسؤال بشكل فلات كده، انت فهمتني بس ما حسيتش شعوري. غير لما اقول لك really انا فعلا بستغرب. ودي بتبان طبيعيه اكتر لما بتغير التون بتاعك بما يتناسب مع الموقف ونطق الكلمه. رابع حاجه، انت محتاج تمثل وانت بتتدرب. والله بكلمك جد، انت فعلا محتاج تمثل. اختار مثلا ممثل معين مفضل بالنسبه لك وهات المشاهد بتاعته والافلام بتاعته وحاول تقلد بالظبط كانك بتتريق عليه الكلام اللي هو بيقوله بنفس الطريقه، بنفس التون، بنفس طريقه القائه للكلام والتعبيرات. مش لازم افلام، ممكن يبقى بودكاست، اسمعها كويس وحاول تقولها بنفس الطريقه. ده اسمه الشادوينج تكنيك، ان انت بتشوف حد بيتكلم بطريقه معينه او بينطق بطريقه معينه او باسلوب معين وبتحاول ان انت تقلده. خامس حاجه محتاج تعملها وهي انك تستخدم التعبيرات او الابديتد لانجويج او اللغه اللي هي نازل فيها ابديت، مش قديمه، مش زي الكتب القديمه او الكتب الادبيه. في حاجه اسمها لانجويج ايفولوشن او التطور اللغوي، ده بيحصل لاي لغه زي اللغه بتاعتنا احنا. في كلمات ظهرت النهارده ما كانتش موجوده من 10 سنين. لما تشوف حد من اصحابك انت مش لازم تقول له how do you do زي ما بنتعلم، ممكن تقول له what's up. بدل ما تقول I'm not interested ممكن تقول I'm not really into that. فروقات بسيطة زي دي هتخليك تقرب أكتر لطريقة كلام النيتيفز أو أهل اللغة. سادس حاجة، وانت بتتفرج على ماتيريال أو بتسمع ماتيريال خاصة بالإنجليش، اتفرج أو اسمع بعين المتعلم مش المتفرج بس.
يعني قالوا حاجه تقولها زيهم. لو شفت مثلا في فيلم بيقول لك you gotta be kidding me، ونفس الجمله بالظبط في مشاهد اخرى هتلاقيهم بيقولوها you've got to be kidding me. على حسب الموقف والستريس اللي هم قاصدينه. فانت هتبراكتس الطريقتين وانت لوحدك هتحس دي في انهي موقف بقولها كده ودي في انهي موقف بقولها كده. سابع حاجه واهمها وهي انك تفكر بالانجلش. دي لو قدرت تعملها هتحل كل المشاكل التانية. يعني هو الواحد بينطق ازاي يا جماعه او بيتكلم ازاي؟ اول حاجه بيبقى عنده الفكره في دماغه، الفكره دي بتترجم لكلمات بناء على لغه، بعد كده بينطق. فانت عندك 3 فلاتر. لو بتفكر بالعربي يعني انت عندك احساس بتفكر بالعربي، ده تاني فلتر. بتترجم لانجلش، ده تالت فلتر. بزودت فلتر كمان هو بتاع النطق، فانت خليتهم 4. فده اللي بيخليك تتأتأ وتلقلق في النص وبتحس ان الفلوينسي او الطلاقه عندك فيها مشكله. طب دي تقدر تعملها ازاي؟ هتسمع انجلش كتير جدا، ولما تقابل كلمات جديده عليك او مصطلحات جديده عليك ما تترجمهاش لعربي عشان تفهمها، ترجمها من انجلش لانجلش. الموضوع في البدايه هيبقى صعب وهتلاقي نفسك مش فاهم اصلا التفسير اللي مكتوب في الديكشنري ده، انا اصلا مش فاهمه. فهتضطر انك تفهم التفسير ده عشان خاطر تفهم الكلمه او الجمله الرئيسيه اللي انت بتحاول تفهمها. بروسس بتاخد شويه وقت منك، بس صدقني النتيجه بتبقى هتصدمك انت شخصيا. والسر في الممارسه، البراكتسنج اللي احنا دايما بنتكلم عنه. كل ما هتعمل براكتسنج اكتر وبجرعات اكبر كل ما هتعود مخك انه يفكر بالانجلش مش بالعربي. اخيرا ما فيش حاجه اسمها انا تقدر تتكلم زي اهل اللغه في اسبوع ولا حتى في شهر ولا حتى في 3 شهور. هي دي رحله، كل يوم بتحس ان انت افضل وكل فتره بتحس بتغيير جذري في نفسك وفي لغتك. بس الاهم هو الاستمراريه. يعني ممكن تقلل الجرعه اليوميه ولكن تطول المده تبقى دايما مستمر عليها. ده هيخليك تحافظ على اللي انت بتوصل له في اللغه، لان دي المشكله في اللغه ان انت لو وقفت وبطلت ممارسه او براكتسنج انت مش بتقف مكانك، انت بترجع. هتلاقيني من وقت لتاني كده بعمل فيديو خاص باللغه الانجليزيه وبديك فيه نصايح وهاو توز، وبحاول افيدك بخطه فعلا هتفيدك بناء على احتياجاتك الشخصيه. لو انت بتتبع اسلوب تاني في تطوير اللغه ممكن تشاركوا معانا في كومنت، وما تنساش تسوي لايك وسبسكرايب للقناه. ويا رب تكونوا استفدت النهارده او اتبسطتوا. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.